تعال اقول لك كده على توليفة سحرية هتعمل مع جسمك الصح، وهتنظف جسمك بقى من السموم ومن البلاوي بقى اللي متراكمة فيه بقى لها سنين السنين. لما اقول لك على كم الفوائد اللي موجودة فيها هتفكر ان هي غالية جدا جدا، ولكن في الحقيقة يعني حاجة يعني رخيصة وموجودة في كل بيت. النهاردة انا بكلمك عن البقدونس والكرفس. انت متخيل ان الحاجة دي مدر طبيعي للبول، يعني بتحسن صحة الكلى، وكمان مضاد أكسدة قوي، وبتحسن صحة الهضم. بس كده؟ ده انت طيب قوي. ده كمان بتقلل من ضغط الدم، ومضاد للالتهابات او انتي انفلاماتوري، بل وهتساعدك في تنظيم مستوى السكر في الدم اللي بدوره هيخليك تخس، وتحسن لك وظائف الكبد. ايه يا جماعة، ده هو في ايه؟ يعني ده حاجة سحرية بقى بجد. البقدونس والكرفس من النباتات العشبية الطبيعية المفيدة جدا جدا للصحة. كل واحد لوحده له فوائد، ولكن لما بتجمع البقدونس مع الكرفس الاتنين في مشروب واحد، سواء من الشركات اللي بتبقى منزلها على شكل باكيتات كده زي الشاي، ولو جبت الاوراق نفسها اللي هي الليفز وغليتها هتستفيد استفادة جبارة. خد عندك البقدونس بيساعد في التخلص من المية الزيادة اللي موجودة في الجسم. لو انت وشك منفخ، لو حاسس ان جسمك حابس ميه جامد، او بتقف على الميزان او بتيجي تقف حتى قدام المرايه تلاقي ان في فاتس كتير ولكن في الحقيقه بتبقى ميه، البقدونس هيساعدك في ان انت تتخلص من الميه دي. الناس اللي عندها مشاكل في الكلى وعندها الجلوميرولار فلتريشن ريت او معدل فلتره الدم بتاع الكلى قليل، البقدونس هيبقى مفيد جدا جدا معاهم. بيقلل من الحصوات وبيساعد في وظائف الكلى وبيحسن من ادائها. طبعا زي ما قلنا هو مضاد اكسده قوي، فانتي اوكسيدنت، يعني على طول فيه فيتامين سي وفيه فيتامين اي، فيا جماله يعني مفيش حاجه احلى من كده. فكره اصلا الانتي اوكسيدنتس يعني ان هي بتهاجم الحاجه اسمها الفري راديكالز في الجسم او الشوارد الحره اللي بدورها بتعمل التهابات. المضاد الاكسده لما هاجم الشوارد الحره فالمناعه تعلى فصحتك تبقى احسن، وهكذا. حاجه كمان يعني عايز اضيفها ان في انواع من معجون السنان بيكون فيها بقدونس، وده بيساعد في التخلص من روائح الفم الكريهه. خد عندك الكرفس بقى بيعمل ايه. الكرفس فيه مركبات زي الفيثالايد، ركز معايا. الفيثالايد ده بيعمل ايه يا دكتور عطيه؟ ده بيساعد في تقليل ضغط الدم. اهالينا مرضى الضغط اللي عندهم هايبرتنشن او ارتفاع في ضغط الدم وما ينفعش ياخدوا الاقراص عمال على بطال، لان هي بتوطي جدا جدا من الضغط مره واحده، بيحس ان هم على طول قايمين عندهم صداع او مخنوقين او بيصحوا على ضربات قلب عاليه. ماده الفيثالايد اللي موجوده في الكرفس دي بتساعد في ارتخاء الاوعيه الدمويه اللي بدورها بتساعد في ان الضغط بتاع الدم او الضغط بتاع الاوعيه الدمويه او الشرايين يقل. بيحس اوفر اول ان هو احسن، وبيحس ان هو مش محتاج ان هو ياخد نص قرص او جرعه زياده مثلا من دواء الضغط بتاعه. الكرفس كمان مضاد للالتهاب ممتاز جدا جدا، خاصه يعني الناس اللي هي عندها مشاكل مع النقرس او التراكم الاملاح في الجسم وفي المفاصل، فهو بيقلل من التهابات المفاصل. يعني لو انت بتاخد مع اي سبلمنت للمفاصل بتاعتك زي كولاجين مثلا تايب 2 هيفرق معاك قوي. ده غير بقى خد عندك ان هو مفيد للهضم عشان فيه فايبرز كتير، فهيقلل الاسهال وهيساعد في حالات الامساك ان عمليه الاخراج تبقى سلسه. يعني مؤخرا اصلا عايز اقول لكم ان عصير الكرفس والبقدونس بقى زي ترند كده بقاله فتره، خاصه مع يعني هوجة بقى الناس اللي هم النباتيين الفيجيتيريانز والفيجنز، ناس اللي بتحب الجرينز واللي هي الجو المكملات بقى اللي هي بتتضرب في الخلاط الصبح، لونها اخضر كده، كيوي مع بقدونس مع كرفس مع شبت مع نعناع، فاهم؟ كل دول مع بعض طبعا تركيبه كويسه جدا جدا، ولما بتتشرب الصبح على الريق يعني عايز اقولك انت بتغسل معدتك، فبيبقى فيه مينرالز كتير قوي، في فيتامينز كتيره جدا. اي حاجه لونها اخضر عامه فيها كلوروفيل. الكلوروفيل ده بيسموه دم النبات من كتر ما هو مفيد ومغذي، انا انصح بيه. وطبعا في برودكتس كتير موجوده في السوق، اختار الانسب ليك من حيث السعر ومن حيث البلد اللي انت متواجد فيها والافيلابيلتي بتاع البرودكتس دي. ولكن انت لو مش عايز تكلف نفسك خالص او ما عندكش اي قدره ماديه، تقدر ان انت تجيب الاوراق ذات نفسها وتغليها تشربها كده زي الشاي والقهوه يعني. بس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب او فولو، وقولوا لي رايكم في الكومنتس. سلام.